قرعة مجموعات كأس التحدي الآسيوي. سحبت اليوم قرعة مجموعات كأس التحدي الآسيوي طبعا لمنطقة الغرب ومنطقة الشرق. رح نحكي إن شاء الله عن مجموعات هاي البطولة. لمنطقة الغرب حظوظ الأندية العربية في هاي البطولة، نظام التأهل ومتى ستقام هاي البطولة. لكن قبل ما نبلش بتمنى منكم الاشتراك بالقناة، الإعجاب بالفيديو، ويلا على التفاصيل. سحبت اليوم مجموعات بطولة كأس التحدي الآسيوي. هاي البطولة هي البطولة الثالثة في آسيا، يعني بتجي بعد بطولة دوري أبطال آسيا النخبة وبعد بطولة دوري أبطال آسيا 2 تجي هاي البطولة اللي هي بطولة كأس التحدي الآسيوي، اللي بتضم طبعا الأندية اللي خلينا نقول الدوريات الأضعف في آسيا ستكون في هذه البطولة. طبعا في عندنا 3 مجموعات ستقام البطولة أو المجموعات بنظام التجمع في مدينة واحدة أو في دولة واحدة. المجموعة الأولى رح تستضيفها بوتان، المجموعة الثانية رح tستضيفها طاجيكستان، والمجموعة الثالثة رح تستضيفها الكويت. طبعا هي الدول أو هي المجموعات منطقة الغرب. كمان في عندنا مجموعتين لمنطقة الشرق. نحن رح نحكي إن شاء الله عن مجموعات الغرب. دور المجموعات سيقام إن شاء الله بين 17 ل 24/10، 17 ل 24 أكتوبر 2026، يعني بعد حوالي شهر ونصف تقريبا ستقام دور المجموعات. رح نحكي إن شاء الله هلا عن المجموعات. نحكي عن المجموعات في منها مجموعات متوازنة وفي مجموعات صعبة، رح نحكي عليها بالتفصيل. المجموعة الأولى ضمت أهلي حلب السوري، الأنصار اللبناني، آهال التركمانستاني، وبارو من بوتان. هلا في كثير ناس بتقول لك المجموعة سهلة على أهلي حلب وممكنة. هلا ما فينا نقول احنا هي مجموعة سهلة، ولكن مجموعة متوازنة، يعني مقارنة بمجموعة حمص الفداء مجموعة متوازنة لأهلي حلب. أهلي حلب وقع في مجموعة بتضم نادي بارو البوتاني. هلا ممكن تقول لك نادي البوتاني نادي ضعيف، لكن يا صديقي نادي بارو البوتاني هو اللي حيستضيف هاي المجموعة، يعني عنده سلاح الأرض والجمهور، فنادي ما سهل، عنده سلاح الجمهور، وبالتالي هاي اللي حاطيه ميزة في هاي المجموعة. نادي آهال التركمانستاني نادي شارك في دوري أبطال آسيا 2 وحقق نتائج أيضا، فبالتالي هو مشارك في بطولة أقوى من هاي البطولة في السنوات السابقة، فبالتالي أيضا نادي ما سهل، نادي عنده خبرة في آسيا وكيف يتعامل مع هاي البطولات. فأيضا هذا النادي رح يقدم، ما رح يكون صيد سهل على نادي أهلي حلب. نادي الأنصار اللبناني أيضا نادي ما سهل، نادي وصل لنصف النهائي من هاي البطولة السنة السابقة الأنصار اللبناني وصل لنصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، فبالتالي أيضا نادي عنده خبرة في هاي البطولة، فرح يكون أيضا نادي صعب وما سهل على نادي أهلي حلب. بالنسبة لأهلي حلب نادي أيضا ما فيك تقول أنه عليه نادي سهل، يمكن ما كان الأداء جيد في الملحق، لكن نادي أهلي حلب عنده إمكانيات، عنده لاعبين منتخب سوريا بالإضافة إلى المحترفين، فبالتالي أهلي حلب مرشح أن يتأهل من هذه المجموعة. يمكن يعني ممكن يكون مرشح قوي بالتأهل من هذه المجموعة، ولكن المجموعة ما سهلة. يعني أهل تركمانستاني من الأندية اللي طبعا مثل ما حكينا مشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2. الأنصار اللبناني وصل لنصف نهائي هاي البطولة السنة الماضية، ونادي بارو البوتاني سيكون مستضيف هاي البطولة وعنده سلاح الأرض والجمهور، ولكن مجموعة متوازنة وما صعبة على أهلي حلب، وممكن أهلي حلب يخطف بطاقة التأهل من هاي البطولة من هاي المجموعة. المجموعة الثانية اللي بتضم نادي حمص الفداء السوري، نادي العربي الكويتي، نادي النجمة اللبناني، ونادي استقلال طاجيكستان. نادي استقلال طاجيكستان رح يستضيف هاي المجموعة، يعني رح يكون عنده سلاح الأرض والجمهور. واللي ما بيعرف هذا النادي تصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا عام 2021، واللي بتذكر طبعا كان مفاجأة البطولة دوري أبطال آسيا للنخبة وليس كأس التحدي الآسيوي، كان بطل مجموعته في دوري أبطال آسيا للنخبة عام 2021 وحقق مفاجأة وفاز على نادي الهلال السعودي في البطولة. فنادي عنده خبرة آسيوية كبيرة في السنوات السابقة. يمكن هلا أداؤه يكون مو مثل قوة 2021، ولكن نادي عنده خبرة قوية في هذه البطولات، فهو اللي حيكون متسلح بسلاح الأرض والجمهور، وأيضا نادي عنده خبرة آسيوية، وأنا من وجهة نظري اللي حيكون النادي المرشح الأول في هذه المجموعة للتأهل. نادي العربي الكويتي أيضا نادي ما سهل. النادي العربي الكويتي كان لعب هلا في ملحق دوري أبطال آسيا 2 وخسر أمام نادي إست بنغال الهندي، يعني كان العربي الكويتي مرشح أن يكون في دوري أبطال آسيا 2، ولكن لعب الملحق وخسر ملحق دوري أبطال آسيا 2، فبالتالي أيضا رح ينافس نادي استقلال طاجيكستان في هذه المجموعة.
نادي النجم اللبناني أيضا نادي شارك في هذه البطولة السنة السابقة، فبالتالي عنده خبرة أيضا في هذه البطولات. ناضي حمص الفداء مهمته ما راح تكون سهلة في المجموعة اللي هي طبعا هاي المجموعة أنا من وجهة نظري هي مجموعة الموت. حمص الفداء الصراحة في ملحق كأس الاتحاد الآسيوي ما كان أداؤه جيد بشكل عام، ولكن من هون لشهر 10 بيكون بلش الدوري السوري، بيكون في عنا انسجام أكبر بين اللاعبين، وأتوقع ممكن حمص الفداء يحاول ينافس في المجموعة، ولكن المهمة ما سهلة على حمص الفداء، ولكن نتمنى له التوفيق إن شاء الله. المجموعة الثالثة بتضم نادي القادسية الكويتي اللي حيستضيف هاي المجموعة، نادي قوى الهندي، نادي فورتس البنغلاتشي، ونادي ريغار تاداز الطاجكستاني أو الطاجيكي. طبعا نادي القادسية الكويتي نادي آسيوي. نادي القادسية الكويتي المستضيف هاي المجموعة هو نادي آسيوي بكل معنى الكلمة. طبعا حقق بطولة دوري أبطال آسيا عام 2014، وصل لنصف النهائي في 2006. نادي ما له سهل، نادي عنده خبرة في آسيا بشكل كبير، بالإضافة إلى قوته رح تكون أنه رح يستضيف هاي المجموعة على أرضه وبين جمهوره، وبالتالي حيكون نادي ما له سهل. النادي اللي حينافس القادسية الكويتي في هاي المجموعة هو نادي قوى الهندي. هذا النادي شارك أيضا في دوري أبطال آسيا للنخبة، وشارك في دوري أبطال آسيا 2 في السنوات السابقة، فبالتالي نادي ما له سهل وهو من أقوى أندية الهند، رح يكون منافس القادسية الكويتي في هاي المجموعة على التأهل. الأندية فورتس بنغلاتشي وتاداز الطاجيكي أيضا رح يكونوا أندية مشاركة للمرات الأولى في هاي البطولات الآسيوية، ممكن ما عندها خبرة في بطولات آسيا، ولكن ممكن تحقق المفاجأة. كل شيء ممكن في هاي البطولات، خصوصا أنها بطولات تجمع. يعني عندك أنت 3 لقاءات تجمع، ممكن تفوز في لقاء وتتعادل لقاءين ممكن تتأهل، ممكن تفوز في لقاءين تخسر لقاء ممكن تتأهل. فالمهمة ما سهلة أيضا على أي نادي في هاي البطولة. أنا من وجهة نظري إن شاء الله نادي أهلي حلب عنده إمكانية التأهل من هاي المجموعات أكثر من حمص الفداء، ولكن حمص الفداء أيضا ما في شيء مستحيل. إن شاء الله محتاج عمل أكبر على موضوع اللاعبين، على موضوع الخطة، لحتى يظهر بشكل مميز في هاي البطولة. طبعا مثل ما حكينا إن شاء الله البطولة ستنطلق في 17 أكتوبر، 17/10 حتى 24 أكتوبر. عندنا 3 مجموعات في غرب آسيا، بيتأهل الأول من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثاني من هاي المجموعات إن شاء الله إلى الدور ربع النهائي. طبعا هذا كان كل شيء عن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وعن مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي وعن موعد البطولة ونظام البطولة. في الختام بتمنى منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو، وبتمنى بعيدا عن العاطفة وبكل حيادية تكتبوا لنا من تتوقعوا أن يكون بطل هذه البطولة إن شاء الله. بالتوفيق للجميع والتوفيق للأندية العربية خصوصا، والله يعطيكم العافية.